هاي على احلى بنات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. موضوعنا النهارده عن الكعب العالي وازاي نقدر نلبس كعب عالي من غير ما نوجع رجلينا. تابعوا معايا عشان تعرفوا الخطوات، ومتنسوش لو لسه ما اشتركتوش تشتركوا في القناه وتعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. اهم نقطه معانا هو اننا نختار مقاس الرجل صح. يعني لما تروحي تشتري شوز ما تجيبيش لا ضيقه قوي ولا واسعه قوي. ساعات بنروح نشتري ونقول ضيقه هتريح معانا، وساعات بتبقى واسعه من كتر ما هي عجبانا نقول مش مشكله هتريحنا في المشي. بالعكس جدا، الموضوع ده هيتعبك اكتر ومش هتقدري تمشي بالكعب خالص. تاني نقطه، لما تشتري الشوز خليها هي اخر يوم الشوبينج خالص. ليه بقى؟ لما بتعملي شوبينج رجليكي طبيعي بيتغير حجمها، بتتعبك، صوابعك بتبقى الماكي لان انت اتحركتي كتير ومشيتي كتير. فلما هتروحي تختاري الشوز هتعرفي ان دي انسب شوز ممكن تنفعك في خروجات وتقدري تعتمدي عليها من غير ما توجعك. تالت نقطة، لو عندك مشوار وعارفة انك هتقعدي طول اليوم بره، ابعدي خالص عن انك تلبسي كعب، لانه هيأذيكي وهيتعبك جدا ومش هيكون عملي خالص. النقطة الرابعة، حاولي دايما تحطي فرش في الشوز اللي فيها كعب. ده لما تحطي حاجة إضافية فيها ده هيخلي الشوز مريحة أكتر. طريقة مشيك من الحاجات المهمة جدا. ساعات ما بيكونش السبب الرئيسي في إن رجليكي توجعك هو الكعب، لا، ممكن تكون طريقة المشي بالكعب هي اللي تعباكي. دايما حاولي وانتي ماشية ما تركزيش كل حملك على صوابعك، ده فعلا هيخلي الكعب يوجعك جدا. النقطة دي بقى انا بيصعب عليا قوي ان انا اعملها صراحة، بس هقولكوا عليها. هي انك لما تجيبي الشوز حاولي تقشريها من تحت عشان ما تبقاش ناعمة قوي وانتي ماشية وممكن تزحلقك. انا عارفة ان هي يعني حركة رخمة، كلنا بنحب الشوزات بتاعتنا تبقى نضيفة جدا وكويسة جدا، بس ده فعلا بيقلل انك ممكن وانت ماشيه تزحلق. اتاكدي من مكان الكعب انه يكون في النص بالظبط تحت مركز كعب رجلك، عشان كل ما هيكون ورا اكتر هيتعبك ومش هتعرفي تمشي بيه كويس. اخر حاجه هو انك تختاري الشوز تكون فيها حزام. دايما لما يكون في دعم اضافي في الشوز وان رجليكي تكون محكومه كويس من جوه، بيخليكي ماشيه مرتاحه اكتر وفي توازن اكتر. ودي كانت الخطوات ازاي تقدري تلبسي الكعب من غير ما يوجع رجليكي. يا رب اكون وصلتها لكم بطريقه كويسه. ومتنسوش عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو تاني، وباي باي.